كل شويه قابل عميل يقول لي هو انتوا بتعملوا ايه؟ يعني انا ممكن اعمل كل اللي انتوا بتعملوه ده بنفسي. تعال اقول لك، لو انت متعاقد مع شركه تسويق، شركه التسويق المفروض تكون بتقدم لك ايه؟ اولا خطه تسويقيه، خطه محتوى، مصورين عشان يصوروا لك المحتوى اللي انت هتكون محتاجه، كونتنت كرييتور عشان يطلعوا افكار ويقولوا لك افضل افكار نقدر نستخدمها في مجال البيزنس بتاعك. هتكون محتاج ديزاينرز، محتاج سوشيال ميديا سبيشالست عشان ينزلوا البوستات ويتابعوا حساباتك على السوشيال ميديا، هتكون محتاج ناس بتكتب كونتنت، هتكون محتاج ميديا باير بيعملوا الاعلانات المموله. عرفت انت ممكن تكون محتاج ايه من شركه التسويق؟ بالتاكيد انت ما تقدرش تعمل كل اللي الشركه هتقدمه لك، ولو قدرت مش هتعمله بنفس الاحترافيه ولا هيكون عندك نفس الخبره. ارجوك لو عندك بيزنس بلاش تشتغل بنظريه حزنبل، وده اتكلمنا عنه كتير قبل كده. اشتغل بمبدأ ان كل حد ليه اهل التخصص، روح للناس المتخصصين وسيب تسويق شغلك عليهم، وصدقني هتلاقي نتائج مختلفة تماما. ولو كانت تجربتك مش احسن حاجة مع شركات تسويق قبل كده، ارجوك ما تعممش الفكرة، في شركات كتير كويسة جدا في السوق المصري. باي.